السلام عليكم أيها المتابعون الأعزاء. تفسير رؤية الثوم في المنام. هذا الحلم دليل مؤكد على تغيرات عدة في حياة صاحب الحلم أو الرؤية، وهي تغيرات جيدة كذلك ليست بسيئة، فيمكن أن تكون رجوعا وتوبة إلى الله، ويمكن أن تكون وفرة في الرزق، وله علاقة أيضا بالزواج وبالأخص للزوجة، وله علاقة بالأعزب من الرجال والفروق بينهم في هذا الفيديو. لذا سنتعرف بالتفاصيل على تفسير رؤية الثوم في المنام. قبل الخوض في غمار هذا الموضوع أدعوكم مشاهدين الكرام للضغط على زر الإعجاب وزر الاشتراك، وكذلك تفعيل خاصية الجرس للتوصل بكل جديد. تفسير رؤية الثوم في المنام. رؤية الشخص نفسه في الحلم يأكل الثوم المطبوخ تشير إلى توبة هذا الشخص من معصية صغيرة كانت أو كبيرة. أما رؤية أكل الثوم النيء يرمز إلى البغضاء والرذيلة وأكل المال الحرام، ورؤية أكل الثوم النيء في حلم الشخص المريض شفاء من المرض، والله أعلم. تفسير رؤية تقشير الثوم في المنام. تقشير الثوم في الحلم يرمز إلى الزهد والتدين وحسن معاملة الناس، وقد ذكر النابلسي أن تقشير الثوم في المنام يرمز إلى الخير الذي سيأتي ولو بعد فترة. وفي تفسير الظاهري قيل أن تقشير الثوم يبشر بالزواج للعزباء والحمل للمتزوجة، والله تعالى أجل وأعلم. تفسير رؤية شراء الثوم في الحلم. والذي يرى بحلمه أنه يقوم بشراء الثوم فذلك يدل على الربح والكسب في المال. وتشير رؤية شراء الثوم أيضا إلى ذهاب المتاعب والهم والألم. وتفسير شراء الذهب على شراء الثوم حيث يبشر هو أيضا بالزواج أو الخطبة أو الحظ السعيد. تفسير رؤية الثوم في حلم الحامل. أما عن المرأة الحامل والتي ترى الثوم في منامها فذلك يبشرها بإنجاب الذكر، والله وحده أعلى وأعلم. كما أنه قد يدل على زوال الآلام والمتاعب الخاصة بالحامل بعد ولادتها ونفاسها، والله أعلم. تفسير رؤية الثوم في المنام للعزباء. أما عن رؤية الفتاة العزباء أنها تأكل الثوم في الحلم فذلك يبشرها بالحظ السعيد أو الخبر المفرح أو الزواج والارتباط بمن تحب، أو أنها تتزوج من شخص غريب وتعيش خارج بلدها. وبصفة عامة فإن رؤية الثوم في حلم الفتاة العزباء يبشر بالصلح وتحقيق المراد والأمان، والله أعلم. تفسير رؤية الثوم في الحلم للمتزوجة. المتزوجة التي ترى في المنام أنها تطبخ الثوم فهذه الرؤية تدل على الكثير من الرزق والخير لها ولجميع أسرتها. ورؤية طبخ الثوم للمريض تدل على شفائه والكثير من الرزق سوف يأتي لهما، بينما رؤية أكل الثوم النيء تدل على انتشار البغضاء والكراهية بين أسرتها وجيرانها. والمرأة المتزوجة التي ترى في المنام أنها تقوم بتقشير الثوم دل ذلك حصولها على الكثير من الخير والرزق الوفير والمال الكثير، وأن زوجها سوف يحصل على منصب وجاه. وأما إذا رأت أنها تقطع الثوم دل ذلك على الطلاق أو الفراق. تفسير رؤية الثوم في المنام للرجل. الرجل الذي يرى في منامه أنه يمر على مزرعة يوجد بها ثوم كثير فقد يدل على تبدل حاله، وسوف يكون من الأغنياء ويكون له مكانة عظيمة ذو منصب عالي. أما إذا رأى أنه يعمل في المزرعة ويقتلع الثوم فهذا يعني أنه سيتعرض للكثير من الأذى والضرر من أحد من أقاربه. رؤية إعطاء الثوم في المنام. يشير حلم إعطاء الثوم إلى الصدقات وإخراج الزكاة أو الدواء والإنفاق، وإعطاء الثوم في منام المرأة خير يدل على قدرة المرأة لفعل الخير ونشر السعادة في البيت. ورؤية إعطاء المرأة الثوم لإخوتها أو زوجها يرمز إلى العلاقة البناءة والصداقة الحقيقية، والله أعلم. أما عن تفسير رؤية الثوم المقشر في المنام. رؤية الشخص ثوما مقشر في المنام فذلك يدل على المال المتحصل عليه دون تعب أو جهد، وقد يكون دلالة على وجود أبناء ولكن من دون زواج. والثوم المقشر في حلم الأعزب قد يدل على الزواج من امرأة ثيب، أي امرأة سبق لها الزواج من قبل، وتكون تلك المرأة لها أبناء من زوجها السابق، أو زواج العزباء من رجل سبق له الزواج من قبل.
رؤية تقطيع الثوم في المنام. تعد رؤية الشخص في حلمه أنه يقوم بتقطيع الثوم دلالة على الغيبة أو دلالة على النميمة، والتي تكون في حق الرائي، أو تشير إلى العداوة بين الرائي وبين أهله أو أصدقائه، تنذر بموت صديق للرائي أو شقيق له. وقال المفسرون أن رؤية تقطيع الثوم أيضا تشير إلى المعاملة السيئة أو الخصومة والعنف أو انقطاع التواصل. وقد يدل تقطيع الثوم في الحلم أيضا إلى عقوق الرائي لوالديه أو التفريق والطلاق بين الأزواج. تفسير رؤية الثوم في المنام لابن سيرين: إذا كان الشخص مريضا ورأى في منامه أنه يتناول الثوم مطبوخا، دل ذلك على شفائه عن القريب العاجل والبعد عن الذنوب والمعاصي والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. أما إذا رأى في منامه أنه يمر على مزرعة بها ثوم مزروع، دل ذلك على خروجه من فقره، وسوف يحصل على الكثير من الخير والرزق والمال. تفسير رؤية الثوم في الحلم للعصيمي: فسر الشيخ العصيمي رؤية الثوم للجميع تفسيرات كثيرة تتضمن الخير والرزق وأيضا الهم والمعاناة، والله أعلم. وتشير رؤية تناول الثوم المطبوخ في حلم الجميع إلى الشفاء من المرض وزوال الهم وسداد الديون وخير لمن يراه. تشير رؤية تقشير الثوم في الحلم للجميع إلى مال ورزق وربح، وقيل هو السعادة والنجاح لمن يراه. ترمز رؤية الثوم أو شراء الثوم في الحلم للجميع إلى الحظ الجميل والأخبار المفرحة والمناسبات السعيدة لمن يراه. تشير رؤية أكل الثوم وهو نيء في الحلم للجميع إلى المعاناة والهموم وكثرة الديون، وقيل هي أموال من مصدر حرام وتصرفات سيئة لمن يراه سواء كان رجلا أو سيدا. تفسير رؤية الثوم في المنام لابن شاهين: يتفق ابن شاهين مع ابن سيرين في بعض التفسيرات ويختلف معه في أخرى، ولكنهم يتفقون بصفة عامة على أن الثوم في المنام من الرؤى غير المحمودة. ومن أهم تفسيراته ما يلي: يقول ابن سيرين أن من يرى في منامه ثوما يدل على أنه يكسب المال بطرق محرمة أو غير قانونية، أو يمكن أن يكون دليلا على الحديث الذميم. ويشير ابن سيرين إلى أن رؤية الثوم في المنام تنبيه للرائي بالرجوع إلى الله والتوبة النصوحة عن المعاصي والذنوب والابتعاد عن مواضع الشبهات والتغافل عن فتن الدنيا في سبيل الحصول على المتاع في الآخرة التي وعد الله بها عباده في كتابه الكريم. يتفق ابن شاهين مع ابن سيرين في أن رؤية الشخص المريض نفسه في المنام يتناول الثوم المطبوخ فذلك يدل على شفائه القريب من المرض الذي يصيبه سواء كان مرضا نفسيا أو عضويا. ويرى ابن شاهين أن تناول الثوم المطبوخ يمكن أن يدل على أن الحالم بعيد عن الله ويقوم بارتكاب العديد من المعاصي، وبعد هذه الرؤية سيضعه الله على الطريق الصحيح ويبعد عنه كل الشرور. كما اتفق معه أيضا في أن رؤية الحالم نفسه في الحلم يتناول الثوم غير المطبوخ يدل على أنه يمتلك مالا حراما، بالإضافة إلى أن تلك الرؤية تدل على ارتكابه للذنوب والمعاصي. في حالة عن حلم الشخص وأخيرا في حالة حلم الشخص أنه يقوم بتقطيع الثوم، فذلك يعني أنه سيفقد أحد الأشخاص العزيزين على قلبه. شكرا جزيلا لمشاهدتكم هذا الفيديو. إذا استمتعتم بالمحتوى وترغبون في المزيد من المعلومات القيمة حول تفسير الأحلام والرموز الرمزية، فلا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد، فهذا يشجعنا على تقديم المزيد من المحتوى المفيد. وبهذا أستودعكم الله، ألقاكم في حلقات جديدة من قناتكم تفسير الأحلام. دمتم في رعاية الله.